بتخاف من الكلاب؟ مش لوحدك. في ناس كتير حول العالم بتشعر زيك ويمكن أكتر كمان. الدراسات العلمية في علم نفس الإنسان حول العالم بتقول إن نسبة اللي بيخافوا من الكلاب بتكون بين 7 ل 9% من البني آدمين، وأحيانا قد تصل إلى 30% من المرضى اللي بيبحثوا عن علاج لمرض خوف الكلاب أو المسمى بسينوفوبيا الكلاب. حاجة كمان، معظم الدراسات اللي تناولت الموضوع ده تحديداً أقرت بأن النسبة الأكبر من المصابين بها هم النساء. يعني الحلقة دي مش ليه لوحده، ليك انت كمان. ومن الغرائب في الموضوع ده إن جامعة هلسنكي في فنلندا عام 2025 قامت بدراسات على سلوك الكلاب، واكتشفت إن 77% من الكلاب اللي بتعاني من القلق بيعود لتأثير خوف البشر منهم. لو عايزين معلومات أكتر كملوا معانا لآخر الحلقة، وما تنسوش لو عجبكم محتوانا تدعمونا على صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك ويوتيوب وإنستجرام، وهنسيبها لكم تحت في الديسكريبشن. يلا بينا. أهلا وسهلا بيكم مرة تانية. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. بتشير دراسات علم نفس الإنسان في هذا الأمر إلا إن معظم المصابين بسينوفوبيا الكلاب بيكون عندهم أسباب مشتركة في ظهور المرض. أولهم نقص المعلومات عن الكلاب وعدم التعامل معاهم من سن صغير. تانيهم الجينات اللي اتنقلت من الأب أو الأم أو أحد الجدود. تالتهم التجارب السيئة زي العضات من الصغر أو التعرض لعملية التخويف من الكلاب. تعالوا نستعرض مع بعض أعراض سينوفوبيا الكلاب اللي أقر بيها علماء النفس حول العالم. لو أنت من النوع اللي لو سمعت صوت كلب أو فكرت في كلب حصل لك حالة من الخوف الشديد، فأنت كده أحد المصابين بيه. ولو بتتجنب زيارة الأصدقاء اللي بيمتلكوا الكلاب في منازلهم، فهنا كمان نقدر نقول إنك من المصابين بيه. ولو حصل لك حالة من التجمد عند رؤية الكلاب حتى لو على مسافة بعيدة، فهنا كمان نقدر نقول إنك من المصابين بيه. وبيتم تشخيص الحالة طبياً بعدة أعراض زي التعرج، تسارع ضربات القلب، الدوخة، انعدام القدرة على التنفس، فقدان السيطرة على المشاعر، وانعدام القدرة على التفكير السليم، والرغبة الشديدة في الهروب، واللي من الممكن تحفزهم عكسياً ضدك. وكمان لو إن في مضاعفات قد تنتج عن تجاهل علاج فوبيا الكلاب زي العزلة والرغبة في البقاء بالمنزل، الخوف من المجتمع، القلق الدائم، والاكتئاب. نصائح للمصابين بفوبيا الكلاب. أولاً، لازم تعترف بالمشكلة وتتحدث عنها بكل صراحة بدون أي نوع من أنواع الخجل، لأنه شيء مش بإيدك. ثانياً، الدعم النفسي، وده بيتم إما عن طريق دكتور متخصص أو عن طريق مؤسسة تدريبية على الأمر ده، وأقدر أقولك إن إحنا أحد المؤسسات اللي بتعمل على هذا الأمر. ثالثاً، العلاج السلوكي المعرفي، وهنا بنفهم العلاقة بين أفكار المصاب بالفوبيا ومشاعره وسلوكياته، وتزويد المريض باقتراحات من شأنها إن هي تسهم في تغيير نمط تفكيره عن الكلاب. رابعاً، تقنيات الاسترخاء، وهنا بيتم مساعدة المصاب بسينوفوبيا الكلاب بعمل تدريبات استرخاء أثناء تعرضه للكلاب بشكل غير مباشر عشان يعتاد مشاعر الاطمئنان أمام الكلاب. خامساً، الأدوية والعقاقير، وهنا الدكتور النفسي بينصح بتناول أحد الأدوية اللي بتساعد على تقليل الخوف والقلق. طب إزاي أتخلص من الخوف ده بشكل بسيط؟ تعال هقولك. أولاً، لازم تعرف إنك شخص رائع وبتقيس الأشياء بمشاعرك، أو بمعنى أدق بحدثك، ودي مش حاجة غلط، ولكن الغلط الحقيقي هو المبالغة في المشاعر، وهقولك إزاي تتغلب عليه. أقرت مؤسسات دراسة السلوك الإنساني ب4 خطوات تدريجية للتخلص من مشاعر السينوفوبيا. أولهم، ابدأ شاهد صور وفيديوهات لكلاب هادية أو صغيرة الحجم، وحاول من وقت للتاني إنك تفكر في الشيء الإيجابي داخل الصور دي، زي لونهم، شعرهم، جمال شكلهم، حكمة ربنا من خلقهم مثلا، وخلي المدة دي لا تقل عن 10 دقايق،
ولا تزيد عن 20 دقيقة زي ما قال الدكتور رينتز من جامعة تكساس. الخطوة التانية، روح لأماكن زي متنزهات الكلاب أو المراكز التدريبية اللي بتأهلك للتعامل عن بعد مع الكلاب، واتفرج عليهم من بعيد وراقب تصرفاتهم عشان تكون صورة حقيقية عنهم. وعلى فكرة، احنا أحد المؤسسات العالمية في مصر اللي بتعمل على تدريب العميل على تخطي سينوفوبيا الكلاب تدريجياً، وعندنا أمثلة كتير لناس تخطت معانا المرحلة دي. الخطوة الثالثة، استعين بمتخصص لاختيار كلب مناسب ليك في المرحلة دي تحديداً، وكيفية تدريبك على التعامل معاه. الخطوة الرابعة، مارس المواجهة المباشرة بانتظام في جروبات تدريب الكلاب أو المتنزهات عشان تتخلص من خوف الكلاب عموماً. المهم، خد وقتك، ومع الوقت هيقل الخوف تدريجياً، وهتنسى أصلاً إنك كنت بتخاف من الكلاب، وده يخليك ما تورثش لولادك المشكلة دي مرة تانية وتعيش حياة آمنة. وفي دراسات كتير أثبتت تخطي الخوف من الكلاب، زي دكتور تيموثي رينتز في مختبر اضطرابات القلق بجامعة تكساس، وثق حالات تخلصت من سينوفوبيا الكلاب وعالجها بنجاح باستخدام التعرض التدريجي. المرض بيبدأ بخوف شديد، لكن مع الجلسات بيخف الخوف تدريجيا، وده مثبت علميا في مقالات ساينس دايركت. بكده أكون نقلت لك كل حاجة عن سينوفوبيا الكلاب، ومش محتاج تقلق تاني. المرض والعلاج في إيديك، اتصرف بالطريقة اللي تخليك دايما في حالة اطمئنان. وما تنسوش، لو عجبكم المحتوى تدعمونا على فيسبوك وتيك توك ويوتيوب وإنستجرام، هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن. نشوفكم على خير، سلام.